سلامتك أول حاجة. الله يسلمك. عند بالي أنا مبروك. تمني عند بالي راه بكري قلت غادي نجيو غنوجد وهذا معليش قلتي لي دابا قلنا راه إيسترن تايم. زربت عليك. معليش. مرحبا بك، سنة سعيدة أول حاجة. الله يبارك فيك. نتمنى إن شاء الله تكون عليك سنة خير بإذن الله. شكرا. وأول شيء غادي يعني كنرحبوا بك في أخبار المغرب وكذلك مع رضوان ضاحك. بزاف ديال الإخوان حتى ملي حطيت اللايف تقريبا قلت واحد الساعتين غادي نكونوا لايف ونسمعوا قصة ديال الأخت وغادي تحاول تحكي لنا كيفاش أن بالوراد ذاك المعاناة إلى قصة ماشي سهلة. قبل ما ندخلوا في الكتاب وتقول لنا الكتاب راه موجود، كيفاش جاتك الفكرة هذا الكتاب؟ بزاف الناس في المغرب كانوا تيقولوا لي انت الكتاب ديالك انت خاصك ديري كتاب. كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا ديما تتقول لي انت هذا الشيء خاصك تقيديه باش شي نهار منين توصلي ولا هذا خاصك ديري شي كتاب. وكنت صراحه ملي كنت صغيره كنت باغا نكتب ولكن كنت كنخاف لا شي واحد يلقى الكتاب ديالي ويقرا وناكل العصا ولا نسمع الهضره سورتو في المغرب وهذا. وتا جيت لهنا الميريكان وبقات ديك الفكره ديالي خاصني ندير كتاب خاصني ندير فيلم خاصني ندير قصه خاصني وشي حاجه كانت تمنعني كنت نقول لا راجلي ربما ما يبغيش ما يوافقش هذا. وبقيت واحد المره كان وقع واحد المشكل في الخدمه بسيط في المشكل ديال الخدمه. وكان عندي بالنسبه لي انا كلشي كان مخلوع كلشي كان مرعود كلشي هذا كنت انا الوحيده اللي زعما شاده في راسي ونقول لهم فوالا يعني كان بواحد الصلابه. جا البوس ديالي قال لي ما كرهتش كون كانت عندي الشخصيه ديالك وهذا. وانا قلت لي راه هاد الشخصيه راه ما جاتش ولات بحال هكاك راه داز عليا بزاف راه دوزت بزاف المشاكل دونك بالنسبه لي انا هذاك راه مشكل بزاف. وما عرفتش كيفاش بقينا تنهضروا دخلت ليه الموضوع هو يقول لي واش ما فكرتيش ديري كتاب لحقاش هذه كنظن انه غيكون كتاب ناجح. وانا قلت ليه بصراحه بزاف الناس قالوها ليا ومع ذلك ما نسيت ديك الفكره. وواحد السيد عاوتاني تلاقيت معاه ولا ما عرفت هضرت معاه وهذا وبقينا نهضروا على المشاكل ويقول لك داكشي اللي داز عليا انا راه ما دازش عليك انت. قلت ليه لا راه ما يمكنش المشكل اللي داز عليا انا راه ما داز حتى على شي واحد مغربي ولا امريكاني ولا كيما بغى يكون. قال لي لا نتوما البنات كتبغيو تعاودوا راه انا اللي داز عليا نعاود لك المشكل ديالي تبكي. قلت له بلاتي نعاود لك المشكل ديالي. عاودت له وصبر ذاتس جود. هاد النقطة باش ما تمشيش بعيد لأن الإخوان تما متشوقين. أنا غنرجعوا للكتاب دابا تلاقيتي إخوان تيقولوا لك دازت عليهم تجارب ودازت عليهم محن وعنده بزاف ديال المشاكل وانت ديما كتقولي بان المشاكل ديالك ربما انا اقوى منهم هما. هادشي اللي خلى عندك واحد الشخصيه قويه. ممكن تشاركينا شنو هي هاد المشاكل اللي دازت عليك مثلا؟ غادي هي كثيره الا جيت نهضر ما غاديش نساليو غادي شهرين غناخذوها بحال باختصار. غنهضر باختصار. المهم انا كانوا تبناوني واحد الناس كانت عندي 3 سنين من عند الوالدين ديالي. الوالد ديالي توفى في 83 كانت عندي 2 عام ونص 3 سنين. من بعد ما توفى الوالده عطاتني لواحد الناس المهم ميسورين الحال ولكن انا هادشي كامل ما عقلتش عليه. المهم انا فاش كبرت عقلي على ان هذوك الناس هما عائلتي وصافي فهمتي ما كاين والو قريه مفشه كلشي مزيان. الوغ وصلت لواحد لاج ديال 12 عام بديت كنكتشف النسب ديالي الكنيه ديالي ماشي بحال كنيتهم. جيت نواجههم ما بغاوش قال لك لا ما انت بنتنا وحكا هذا ما بغاوش يقولوا لي الصراحه. يعني العائله ديالك ملي كنتي صغيره بيبي مازال بيبي يعني مازال ما عرفتش تقريبا عامين ونص عامين يعني ما مازال ما عرفتش عقلت شي حاجه. وانا فاش عقلي عيني تنعرف الناس اللي رباوني هما عائلتي. المهم 12 سنه قلتي 12 عام عاد. المهم ما بين 10 سنين حتى 12 عام بديت كنكتشف النسب ديالي ماشي بحال النسب ديالهم. واحد البنت جارتنا قالت لي راه حكا عاد شي كانت شي فلاش ديالي قالت لي هذوك الناس راهم سارقينك. قالوا لي هذوك الناس راهم سارقينك من امك. وصافي من تما جاتني واحد الخلعه وانا عارفه بان كاين واحد الكتاب ديال الحاله المدنيه ما كانوش كيخليوني نشوفه. دائما كيديوه ملي كيبغيو يسجلوني فيه بالمدرسه ومن بعد تنقول لهم شنو بغيت نشوف هذيك التصويره ديال ما تيخليونيش نشوفه. الوغ ملي سمعت هذيك الهضره بانهم كانوا سارقيني مشيت انايا قلبت سرقت الساروت قلبت الكتاب لقيت بان عندي خوتي عندي انا الاخرى والباليه الاب توفي في 28 شعبان عرفتي داكشي في الحاله المدنيه. نط انا ما قدرتش نواجههم حيت ديجا واجهتهم سولتهم كذبوا عليا قالوا لي لا انت بنتنا. من بعد شديت كتبت رساله وصيفطها. منين وصلاتهم وديك الرساله شويه كانت كنقولها بلونغ
حيتاش دابا انا حيت انا تزاديت في السطات، والناس اللي رباوني الام ديالي عطاتني واحد العائله في السطات، وهذوك العائله اللي في السطات عطاتني لاختها في الدار البيضاء اللي ما تتولدش. نعم فهمتي؟ وانا ملي كنت صغيره عارفه كانت عندي شويه واحد الكونفيوجن ديجا انا من صغري وانا كان عندي مشكل لحقاش هذوك الناس اللي في السطات الاب ديالهم تنقول لهم بابا، والمراه تنقول هي شويه ثاني الا بغيت نعاودها لك شويه تخربيق، ولكن اللي قرا الكتاب غادي يفهم مزيان شنو كاين. السيده اللي كانت في الدار البيضاء اللي نورمالمون خاصني نقول لها خالتي تنقول لها ماما. المهم انا من صغري وانا عندي داك التخربيق، تنقول هنا ماما وبابا لهيه ولا لا هنا وهذا ما كان شويه عندي داكشي ماشي تلهيه. الوغ قلت لك منين قريت لقيت بان سميتي ماشي بحال سميتو. ملي سمعت ديك ليستوار انهم سارقيني كتبت لهم واحد البرال هذوك اللي في السطات اللي تبناوني في الاول، قلت لهم نتوما شفارين نتوما سارقيني. المهم كتبت واحد الكلمات شويه خشينه. ما عجبهمش الحال، جاو عاودوا لي الصراحه على عائلتي ويا ريتني انني ما عرفتش. مشيت تعرفت على وكانوا بصراحه بداو كيبنيو لي واحد الصوره خايبه على الام ديالي، بان ما مزياناش، بان كتقلب على الفلوس، بان خرجت ولادها من صغرهم لاخوتي الاخرين وخرجتهم يخدموا في الديور، وواحد خرجته يخدم في البنيه ولا ما عرفت شنو، وبان سمعت حاجه خايبه بان ايفن اضطرات انها تاخذ الفلوس من عند راجل باش يغتصب بنتها. دونك هادشي قبل ما نتلاقى بها. المهم منين سمعت ان ديك الهضره ولا عندي واحد الخوف منها. المهم هذوك الناس منين قلت لهم منين صيفط لهم ديك البرا قلت لهم نتوما ماشي والديه، بداو تيديروا لي تهديد شونطاج. فوالا غادي تخرجي من المدرسه، سينو لما بغيتيش تخرجي من المدرسه غادي تمشي عند امك. اللي خلعوني بها، اللي وليت انا عندي كما واحد الفوبيا. انا وليت تنخاف، وليت تنسكت، ولا داو لي واحد القمع. المهم بداو تيبزوا عليا باش نخرج من المدرسه. قال لك حنا اللي دخلناك المدرسه وبديتي تتعلمي تكسبي وبديتي تكاسبي معنا، خاصك تخرجي من المدرسه. انا قصحت راسي قلت لهم انا هاد المدرسه هي اللي ما غاديش نخرج منها. ناضوا مشاو سمعتهم غيمشيو للمدرسه. كان ديك الساعه باقا تنقرا في الاعدادي. مشاو للمدرسه باش يحيدوا هذا يحيدوني من المدرسه. مشاو يكذبوا عليهم باش يقول لهم راه حنا حكا ما حكا غنديروا لها انتقال. انا منين سمعتهم غيمشيو للمدرسه، مشيت عند المدرسه، مشيت عند المديره وعاودت ليها ليستوار ديالي. قلت لهم عافاكم ما تيلقوهمش ما تعطيهمش الملف ديالي، انا بغيت نقرا. فعلا جاو وحده من اللي كنت كنحسبها اختي وكانت محاميه. هي جات هي وامها قالت لهم بغينا نخرجوا البنت. في الاول كذبوا عليهم، من بعد قالوا لهم لا التلميذه راه جات عندنا وقالت لنا شنو واقع ليها. قالوا لهم اوكي حنا نجيوك الواقع، حنا ما بغيناش تقرا وخاصها تختار اما الدار والمدرسه ولا اما الدار والصنعه ولا المدرسه والزنقه، سينو الا بغات تقرا تشوف فين تبات. عيطوا لي باقا تنعقل. كان عندي الفيزيك، مشيت للاداره لقيتهم بجوج، لقيت المديره والناظره والحارسه العامه كلهم تيبكيو. المهم انا عارفه شي حاجه شنو واقع تما. قالوا لي بنتي راه ما عرفناش انت اللي خاصك ديري هذا الاختيار ديال هذا المسار، لان هما الان تيخيروك وقدام المدير قال لي تختاري اما ترجعي معنا وتجلسي في الدار ما كاين لا مدرسه لا والو، واما المدرسه وقلبي فين تجلسي. انا اش نقول لك، بقيت تنشوف لي زوبسيون ديالي الا خرجت من المدرسه شنو هي النهايه ديالي، شنو غتكون. غادي في الاخر غادي نبقى غنتزوج، الا تزوجت غنسكن في بيت مع الجيران فهمتي، وغتكون واحد الحاله ماشي وما غنقدرش نقري ولادي. لانني انا ملي كنت في المدرسه كنت كنبغي شي واحد اللي راجع معايا. السيده اللي كانت مربياني اللي جالسه معها غير انا وياها ما كانتش قاريه، يعني تلقى مشكل. دونك انا الا بغيت انا كانت الامنيه ديالي نكون غير ربة بيت يكون عندي وليداتي. هذه الامنيه كانت هي الامنيه ديالي وكربة بيت. علاش انا بغيت نتبت بالقرايه؟ لانني بغيت نقري ولادي، ما بغيتش ولادي يعانيو من نفس المشكل انه شكون اللي غادي يقريهم، شكون اللي غادي يحفظهم. دونك بغيت ولادي يكونوا مفتخرين بيا كان ماما قاريه وهذا. الوغ انايا بقيت تنفكر غير كان لوبجي ديالي فاش كان في ديك الوقيته في ديك اللحظه هو انني نشوف المستقبل ديالي انا كأم متعلمه تنقري ولادي. نخرج انا من الكاتريام ماشي بالنسبه لي ماشي شي نيفو نخرج منه ما غاديش ما يوصلني فين. كيفاش غادي نديرها نكمل قرايتي بلا دار. هذا هو السؤال دابا. انا حاليا دابا تطرح عليك، يعني دابا انت ما بين كما قال ربيع في التعليق،
التحدي يصنع المعجزه. دابا لحد الان مازال ما وصلناش للتحدي. تحطيتي في واحد الموقف ما بين جوج ديال الحوايج، يا اما تخرجي وتجي تجلسي معنا وترضي داكشي اللي بغيتي، يا اهلا وسهلا. اما بغيتي مثلا تبقاي ترفعي علينا التحدي وتكتبي وتبقاي انت ترفعي الصوت ديالك، غادي نردوك لذاك ماماك اللي خوفناك منها في الاول. فعلا. واصلا قلت لهم غادي نختار المدرسه، قالوا لي في ديك الساعه دونك بختار المدرسه سير منين تعرفي فين تنعسي ولا منين تلقاي فين تجلسي على المينا. المهم هما الاحداث شويه تخربقوا لي. باقا عاقله على واحد الحدث انهم داوني لعند الام ديالي، هذه وقيله قبل ما يخرجوني من المدرسه ولا من بعد. المهم ما بقيتش عاقله على هذا ستيبس، شكون الاول شكون الثاني. المهم انا باقا عاقله. واحد النهار وقيله هذه المره الثانيه بلاتي، هذه الاولى هي انهم جاو عندي المدرسه وخيروني واختاريت المدرسه وجروا عليا قالوا لي شوفي فين تباتي اليوم. المدير ومشاو بحالاتهم. المديره بقات تبكي قالت لي فين غتباتي؟ قلت لها راه عندي واحد السيده صاحبتي. المهم هاد نفس السيده اللي كانت قالت لي بانهم ماشي والديا وصافقيني وهذا. مشيت جلست عندهم واحد الاسبوع. من بعد الجيران دخلوا وداكشي وصافي ورجعت معاهم. وبقاو معايا هذيك العام حتى توصلت حتى ساليت توصل الصيف وحبسوا عليا وسقطت. داك العام كنت في الكاتريام سقطت. وحبسوا عليا المصروف. قالك ما غاديش تعاودي العام، سقطتي صافي جاب الله سقطه. كنتي ما غادي تقراي ما غديري والو. هذا خرجي. قلت لهم لا ما نخرج. قالك اوكي وحنا انت شوف باش كاين اللي غيصرف عليك. نط انا بديت كنخدم في المعامل في الصيف 100 درهم كندير فينيسيون و100 درهم السيمانه. برافو. مين شافوني بحال هكذاك الشهر الاولاني فهمتي ما عجبهمش الحال. قالوا بون حنا حبسنا على الفلوس. ناض مشات هي تخدم حنا نوريو شكون اللي غادي يربح، واش انا ولا هي، واش هي حنا ولا هي. ناضوا جاو عندي قالوا لك حكا يخرجي من المعمل حنا غادي نتكلفوا بك. يلاه معنا سطات وجلسي معنا في الصيف. وفني وصلت المدرسه يحن الله ديك الساعه حنا تقيدي في المدرسه وعاودي الا بغيتي تعاودي القرايه وداكشي. قلت لهم يعني باش ترجعي معاهم؟ باش نرجع معاهم. انا ديك الساعه رجعت مع الاخت ديالهم اللي تما اللي هما اللي كانوا تيتحكموا فيها بطبيعه الحال. رجعت معاها. هي نهار فاش جروا عليا من المدرسه قالوا لي تختاري اما الدار وهذا. جروا عليا ديك الساعه مشيت قلت اسبوع مع واحد الصديقه ديالي. من بعد الناس دخلوا وهضروا معاهم وهذا وطلبوهم وزوجوهم ورجعت معاهم حتى كملت العام قلت لك وسقطت. منين سقطت دخلت في الصيف في المعمل. الا عرفتهم بانهم ما غاديش فهمتي يشريو لي الكتوبه وهذا مشيت دخلت نخدم في المعمل. ملي شافوني دخلت خدمت في المعمل سولوا علاش. قلت لهم لحقاش بغيت نجمع فلوس باش نقرا العام الجاي. قال لك صافي حنا غادي نعطيوك الا كنتي ملهوفه على القرايه حنا غادي نقريوك. اوكي صافي خرجت من المعمل مشيت معاهم للسطات زعما في العطله ديال الصيف. ملي مشيت معاهم للسطات 3 ايام بقاو كيتعاملوا معايا واحد المعامله فظيعه جدا. النهار الثاني قالوا لي لبسي حوايجك. مشيت خرجوني ما قالوش لي فين غادي يديوني. حتى لقيتهم حاطيني حدا واحد الدار اللي ما تنعرفهاش. حلاو. كانت وحده من الاخت ديالي قالت لها فين يمك. ديك الساعه شدتني واحد الخلعه بانني اول مره غنتعرف على الام ديالي وهذا. وواحد ملي شفتها جاتني واحد بحال شي واحد شاف شي سبع اللي غادي يعضو ولا شي حاجه. يعني جاتني واحد الخلعه ما نقدرش نعاود لك. يعني دابا هذا اول لقاء غادي تلاقاي مع الام الاصليه ديالك. جاني واحد الخوف وواحد ما عمرني ما حسيت بكره ديال شي انسان حتى حسيت به داك النهار. عرفتي منين جات عنقاتني وهذا ما حملتش هذاك الموقف. الو سؤال هذه علاش بغيت نجبد هذا الموضوع لان باقي في الذهن ديالي ما تنساش. قالت لها انا جبت لك الزبل ديالك. قالت لها بلاتي نسول هذه الام الناس اللي رباوني. قالوا الام ديالي قالوا لها حنا رحنا جبنا هذه 3 ايام دابا شك ما جيتيش عندنا ما جيتيش دقيتي الباب جيتي تاخذي زبلك. قالت لها الاخرى الام ديالي قالت لها ما مسالياش. قالت لها مامي لما ساليتيش حنا جبناها لك. والام ديالي بغات تدور باش تسولني حيت كاول لقاء ما تنعرفها ما تعرفني. قالت لي واش بنتي تبغي تجلسي معايا. هما يوقفوها قال لها حنا ما جبناش لك هاد السيده باش تسوليها. هذه بنتك بغيتيها ما بغيتيهاش بوديزات ليسانس وقيده وهانتي تهنيتي. عرفتي تيهضروا يعني وانا كاينه تما بحال المهم هذه باش ما نقاطعكش وتكملي القصه ديالك. كاين بزاف ديال الاسئله الاخوان تيحطوهم نتوما كذلك كيشاركوا.
كيسمعوا غاديين معاك بالاحاسيس ديالهم وحاسين بان بطبيعه الحال القصه ديالك انك يعني نابعه من القلب. فكاين واحد الاخ كاين جوج ديال الاسئله، ولكن غادي نطرح لك غير السؤال باش تكملي القصه ديالك. قال لك للاخ عبد الحميد عزه، قال لك منين كانت كتجيك ديك القوه، يعني فين كنتي كتستلهمي القوه ديالك باش تغلبي على هذه الظروف رغم انك كنتي يعني باقيه صغيره؟ ما تحكوش عليا الاحلام، هي كتكون واحد الطاقه ايجابيه ملي كتكون كتحلم وكتيق الحلم ديالك. تنكون بالليل ملي كنعس وما كيكون داير بيا حتى شي حد، تنعس وكنسد عيني وتنتخيل داكشي اللي بغيتو في حياتي وكنعيشو، يعني تنعيشو ماشي تنحلم وصافي تنقول لا هذا كيحلم، كنعيشو بحال انه واقع وكنحس بالسعاده ديالو بالنشوه ديال هذاك الحلم. والحمد لله والتفاؤل بطبيعه الحال، ديما متفائله، ديما كنت نقول غدا غيكون احسن من اليوم، غدا يكون احسن من اليوم، ولا ما كانش كاع احسن من اليوم تقدر تكون شي قصه زوينه نقدر نكتبها من بعد وما تعرف. ما شاء الله، يعني الاحلام ديالك هي اللي كانت كتعطيك الطاقه الايجابيه. نرجعوا باش ما نمشيوش بعيد، ونرجعوا ثاني للقصه. تلاقينا الام انا كانت قبل ما تلاقيها انت اول حاجه كنت كتعتبريها بناء على الكلام ديالهم انها واحد ربما وحش، واحد السيده ما عندها شفقه لا رحمه، واحد السيده اللي رمات بنتها وهي مازال بيبي عامين وسمحت فيها. كيفاش غادي تكون هذه الام؟ وجات اكثر واكثر، وانا ملي تلاقات جاو يعني مباشره الناس اللي رباوك ومع الام وقالوا هزي علينا، يعني بهذه العباره كما قلتي الصراحه مع كل احترام لك، يعني صعيبه ما سهلاش، ولكن اللي جاي غيكون اصعب. نكملوا في اللي جاي كاين اصعب. مشاو بحالاتهم داروا عندي قالوا لي الا بغيتي تجي عندنا الدار بحال داركم، يعني انا الدار اللي عشت فيها حياتي كامله ما بقات ولات بحال دارنا، يعني ماشي دارنا، يعني هذه بوحدها صدمه. نعم. المهم انا ما قدرتش نعيش في هذاك الجو. كان الليل ما عندي لا فلوس لا حتى شي حاجه خرجت في الصباح، بقيت بعدا في الباب، هما نعسوا ما كليتش من الفطور اللي فطرت عند دوك الناس اللي كبروني حتى الصباح. بقيت كنتسنى حتى شرقات الشمس ومشيت كنجري التران وبقيت تنبكي غدا في الطريق تنبكي، لان ما قدرتش نبكي قدامهم. هذه واحد الحاجه كانت خايبه فيه، ما عرفتش زوينه ولا خايبه فيا، ولكن كانوا كيكرهوها فيا لحقاش يقول لك انا ما عنديش احساس، لان ما تنبكيش، كيموت شي حد عزيز عليا ما تيبكيش، ولكن انا تنبكي ملي كنكون بوحدي. هي عزه نفس ربما كانت ممكن ما عرفتش شنو داكشي. المهم انا ما تنقدرش نبكي قدام الناس، خصوصا الناس اللي تيعرفوني. قلت لك منين خرجت كنجري هذاك الصباح كنبكي في الطريق. شي اللي تيوقف ليا تيقول لي مالك بنتي وهذا. توصلت للمحطه ديال القطار وما قدرش، بغيت الفلوس باش نشد التران باش نرجع لكازابلانكا وما قدراش، ما عرفتش كيفاش غادي نطلب للناس. واحد السيد وقف قال لي مالك بنتي؟ قلت ليه لا حقا حيت كانوا عندي الفلوس وطاحوا ليا ودابا خاصني ننزل لهذا. قال لي شحال خاصك؟ نورمالمون كانت خاصني ديك الساعه 22 درهم وحشمت طلبت غير 10 دراهم. عطاني مسكين 10 دراهم وهذا ومشيت قطعت البرشيد، ما حيتاش برشيد كان ديك الساعه 10 دراهم. قطعت البرشيد وبقيت سالته في التران توصل للدار البيضاء، ومن بعد مشيت عند صاحبتي اللي خدامه في المعمل اللي كانت خدماتني في المعمل. مشيت عندها وانا تنضحك بحال هكا بحال هاد الانرجي. قلت لها ما تيقيش شنو وقع ليا. قالت لي شنو؟ قلت لها فوالا شنو وقع. قالت لي وكتضحكي. قلت لها واش غندير؟ وقالت لي ودابا فين غتباتي فين هذا؟ وهي كان عندهم دارهم شويه متزمتين، يعني ما يمكنش نوصلوا فواحد لاج. انا عندي انا ديك الساعه شحال عندي 16 عام ولا مع 15 عام، شويه صعيبه ان شي واحد يدخل بنت في هذيك لاج ومجرين عليها وكل شيء. حنا المغرب عندنا واحد الثقافه ديما وقيله دايره شي حاجه. نعم. وانا شنو كنت دايره؟ انني بغيت غير نقرا. للاسف كاين ضمن السوق بزاف عندنا حنا. المهم بت في المعمل وقيله. من بعد بقيت كندق من دار لدار، يعني مده ديال 4 5 6 والباك عاوتاني مده ديال 50 ولا 6 سنين. وانتي كتعيشي من دار متجوله كل نهار متجوله. كنجلس هنا اسبوع، هنا شهر، هنا شهرين، حتى وصلت للسيزيام اني. وكنت شي ايام مثلا وكنت نحشم انا نمشي عند الناس ونقول لهم راه ما عنديش فين نبات. كنمشي
عندي شي بنت تتقرا معايا في المدرسه في القسم، تنعاود لها المشكل ديالي وكنتسناها هي تعرض عليا المساعده. الا عرضت عليا مساعده تبارك الله نمشي، ما عرضتش عليا بعض المرات كنضطر نعس في القسم. يعني كنتسنى يخرج كلشي مع 6 كان الناس كانوا كيفرحوا مع 6 انه غيدق الجرس باش يمشيو بحالاتهم. انا 6 كان عندي جرس الخوف. ديك الساعه ملي كنوصل 6 الا ربع يعني كنبقى نفكر، دماغي تيفكر فين غنمشي نبات اليوم، شنو من دار غادي ندق ولا يعني هاد المشكل عشتو ديال الغربه اللي كنسميوها الناس اللي كيعانيو الغربه هنا في امريكان. انا عانيتها في المغرب. قلت لك شي ايام كنت تنضطر نبات في القسم ديال الليسي اللي كنت نقرا فيه بطبيعه الحال بلا ما يسقوا لي الخبار. حتى المديره لقات لي واحد الاسره جلست معاهم المده ديال عامين. كنت في السيزيام جلست معاهم. المهم الله يعمرها دار بخير. كنت بحال تقريبا خدامه يعني تنشقى ليهم وداك الشيء وفي نفس الوقت تنقرا. سقطت في الباك، عاودت الباك ما I didn't give up. عاودت الباك حتى الحمد لله شديت الباك ديالي. من بعد بغيت نكمل الكليه باش ندخل الحي الجامعي. انا اصلا هذوك المشاكل تلفوني على شنو باغا ندير في المستقبل ديالي. سولوني قال لي شنو غديري. انا الحاجه السهله، انا ما كنتش شي تلميذه مجتهده ولا شي وحده زعما نابغه ولا هذه، يعني كنت لقيتي على قد الحال. انا صراحه دائما من داك الناس اللي كنقول لي انا عمر كان يعني مثلا واخا تكون اعلى الشهادات ولا تجارب كتصنع الانسان شخص اخر. صح بصح نيت راه زعما هذا بالدليل، انا بالتجربه داكشي علاش انا كنفتخر انني نعاود القصه ديالي. قلت لك صافي من اختاريت اللغه الانجليزيه. ما عرفتش علاش، لان ربما بانت لي هي اسهل حاجه، وحيت ساعدوني المدرسه ديالي باش انني دخلت للحي الجامعي. دخلت الحي الجامعي. مهم فاش دخلت الحي الجامعي هذيك هي بالنسبه لي اول انتصار هو انني خديت الباك ديالي رغم ان الظروف القاسيه اللي كانت عندي. والثاني انني خديت الحريه ديالي، يعني ما بقيتش كندخل عند الناس يبقاو يقول لك لا لبسي هكذا، كولي هكا، نعسي هنا، ديري هنا، يعني خديت الحريه ديالتي في راسي. خديت البيت ديالي. كانت هذيك اكبر فرحه واكبر حاجه زعما حققتها في حياتي تما في المغرب. المهم غادي تبقاي تنعسي وانت مخبعه دابا حال. ما بقاش نعس وانا مخبعه، ما بقاش ندق على البيبان نقول لهم واش نبات عندكم ولا نعاود لهم المشكل ديالي باش يعني عندي ساروتي تندخل ليه بخير الحمد لله كلشي مزيان. من بعد كان لقيت مشكل لانني اختاريت اللغه الانجليزيه. لقيت المشكل بان الحي الجامعي اللي كنت ساكنه فيه بعيد على لافاك اللي كنت نقرا فيها، وخاصني 5 طوبيسات باش نوصل. هذه معاناه اخرى. وما كانوش عندي الفلوس، ما عندي لا والدين لا حتى شي حاجه. دونك شكون اللي غادي يعطيني الفلوس؟ كنت كنتسنى لا بورس تعطلات عليا. كانوا جمعوا لي المدرسه واحد الفلوس هما اللي كنت باش تقيت بهم بالحي الجامعي. ومن بعد سبحان الله هنا غادي نجبد القوه الالهيه، ان ملي كانوا كيتسالوا لي الفلوس بالضبط كتبقى لي 4 دراهم في جيبي، كنلقى الفلوس في الطريق. سبحان الله. وانا كنت نقول كما قلت لك ديك الطاقه الايجابيه اللي عندي، تنقول انا عندي 4 دراهم غادي نحضر راسي في شي كونت غادي نلقى الفلوس. ولا كنمشي شي بلاصه تنقول غنلقى شي حاجه باش غنكمل هذا الاسبوع، وفعلا تلقى الفلوس. لقيت واحد النهار 105 100 درهم، 50 درهم و20 درهم، 170 درهم، يعني يمكن مشى مطويه بحال هكذا مطويه. ديك الساعه كان نهار كبير ملي لقيتيها. خديت هذوك الفلوس ديبانيت بهم وهذا. وعاوتاني من بعد كتوصل 4 دراهم كنمشي لداك التيليبوتيك. ديك الساعه شحال هذه التيليبوتيك كتهز كيبقى ينزلوا الفلوس، تلقى الفلوس يا هذا كنجي نكمل بيه فلوس طوبيس. واصلا كنت كدير الاشتراك ديال لاكارت. المهم الى اخره. المهم دوز بحال هكذا. جا واحد الوقيته اللي ما بقيتش كنلقى الفلوس. ما لقيت حتى شي حاجه. ما بقيتش كنلقى ما ناكل. كان كيدوز رمضان ما تلقاش نفطر. كان الناس كيفطروا في الطبله، انا تنفطر على الروبيني ديال الماء. لحقاش لافاك كانت بعيده باش ناخذ الفطور اللي كيديروا في الحي الجامعي. انا كياخذ لي الوقت ساعتين باش نوصل، يعني ما تلحقش نوصل. كنجي كنلقى المطعم ديجا مسدود. دونك كنجي باش نحل الفطور، يعني كنحل الروبيني ديال الماء وتنشرب من الماء من روبيني صافي وتلغد لي عاوتاني. من بعد كاين لي ديطاي هادو ديال المجاعه والجوع كاين في الكتاب ديالي وياه. ومن بعد
وقلت لك ما بقاوش عندي الفلوس، ما بقات حتى شي حاجه، وكان عندي امتحان وما قدرتش نحضر الامتحان لحقاش كنت سلت في الطوبيس وخداو لي الكارطه. عاوتاني هذيك مشكل واحد اخر وقعت فيه وما بغيتش نوقع فيه عاوتاني. كان عندي امتحان اضطريت ما نمشيش. حتى خرجت لابورس، سمعت بان لابورس خرجت، عاد سلفت الفلوس من عند صديقه اللي كانت ساكنه معايا في لاشومبر. عاد مشيت خديت الفلوس ديال لابورس ومشيت هضرت مع الاستاذ وعاودت ليه المشكل ديالي. في الاول ما بغاش يعطيني اعتبار، ندور عليا ظهرو قال لي لا نتوما كتهاونوا، انت اصلا ما كتجيش ووالديكم تيخسروا عليكم الفلوس، نتوما لانه ما كتسناو. عارفش المشاكل، ما ما عارفش كانش المشاكل عارف تاعك المشكل ديالي. بقى تيهضر، خليته تيهضر. قلت ليه استاذ ساليتي، قلت ليه بغيت نعاود لك المشكل ديالي وغادي تعذرني. قال لي ما عندكش عذر، ما كاينش عذر لان خليت اسبوع. قلت ليه بلاتي غير اسمعني. المهم عاودت له المشكل ديالي، قلت ليه شنو، عاد تيحسس بان الركابي ديالو بغاو يتحشوا ليه نسمع القصه. ملي سمع ليستوار ديالي. صافي قال لي دابا شنو غديري، راكي انت في مصيبه. قلت له انا المصيبه دي 6 سنين، انا صافي تعودت على، انا بالنسبه لي انا راني عايشه فرحه، غير عندي هذا كنسميه مشكل بسيط. مشكل ديال الترونسبور. دابا الحمد لله خرجت لابورس، صافي راه غادي نقدر نبقى نجي. دابا غير الله يرحم لك الوالدين، عاود دير لي شي دوره استدراكيه نعاود بهذا الامتحان وهذا وهذا. قال لي ما عنديش مشكل ندير معك، ماشي مشكل، انا من دابا غادي نعطيك لا نوت ديالك دابا. صافي انا حس بهذا انترفيو هذا، ولكن ام واريد مع كان كيهضر بالونجلي. قال لي ام واريد شنو النيكست ستيب ديالك من بعد، شنو غديري. قلت ليه ما كراش نلقى شي خدمه نقدر نخدم ونقرا في نفس الوقت. قال لي ولكن هذا راه حلم امريكي، هذا راه الامريكان الوحيده هو الانسان اللي يقدر يخدم ويقرا مهنه. خاصك تختاري حاجه وحده، اما قرايه واما خدمه. اما الخدمه. قلت له انا كنفكر في ماكدونالد وما عرفتش، ربما يقدر نخدم الويكاند وهذا وهذا. ويقول لي انا كنعرف واحد السيد في ماكدونالد. المهم anyway بلا ما نطول، توسط لي خدمت في ماكدونالد. دونك وليت كنخدم، كنت اول وحده غنخدم في ماكدونالد غير الويكاند. وبطبيعه الحال الايام اللي ما قارياش في العشيه. دونك وليت كنخدم ونقرا، ولا عندي شي فلوس، وليت كنحس براسي لاباس عليا. الفلوس ديال لابورس، فلوس ديال وليتي الان دابا كتحسي براسك انك واحد الشخصيه قادره، يعني كاين واحد الانتاجيه، ما كاينش يعني ربما انك تقدري تصرفي على راسك، ما بقاش المشكل ديال الباص ولا الطوبيس، ما بقاش داك المشكل ديال انك باش تاخذي لي ساندويتش ولا بهذه المسائل. ربما انا كاين واحد الخطوه ايجابيه حتى هي كذلك. بيان سور. كنت كنشري اغلى لي ساندويتش، وكنت كنشوف الناس اللي معايا في لافاك ما تيشريوش، كنت كناخذ لهم حتى هما. وما كانوش عارفين الناس اللي في لافاك، ما كانوش عارفين ليستوار ديالي، وما كنتش مضطره نعاود حتى شي واحد لانني عندي صافي البيس ديالي فين تنسكن، يعني ما كانش عندي مشكل. المهم المشكل ديالي ديك الساعه تحل. كان عندي مشكل بسيط، هو في الصيف ملي تيتسد الحي الجامعي كنت كنرجع لديك الدوامه ديال كندق لدار لدار، كندق باب وحوايجي كانوا عندي حتى هما كنبقى نديهم وهذا وهذا. المهم بقيت تنقرا حتى العام، وكنت في العام الثاني والثالث تما بدات كتجيني ناقوس الخطر. بديت كنحس بان من بعد، وانا ما كنتش شي وحده مجتهده، ما كانوش عندي لي نوت بزاف، يعني كنت موين. وني وصلت للعام الثالث ولا عندي داك الخطر انني من بعد الا خديت لا ليسونس ديالي ما نقدرش ندير الماستر، ولا ما نقدرش ندير الماستر ما عنديش الحق نتقيد في الحي الجامعي. فين غادي نمشي؟ يعني داك يرجع لي نفس المشكل. الوغ بقيت كنت كنعرف واحد الولد، وداك الولد كان كيتفل عليا. تجربه واحده اخرى. هذه تجربه واحده اخرى اللي هو راجلي دابا حاليا. هذا المهم في الاول كان تيتفلى وكان قال لي واحد الكلمه اللي زعما هي من المستحيلات. قال لي انا ما يمكنش لي نتزوج بك، انا ما يمكنش لي نتزوج في المغرب. الا بغيت نتزوج انا خاصني نكون عايش برا، يعني الا جاتني شي فرصه غادي نصوبك. بطبيعه الحال كان تيكذب، ولا جاتك انت شي فرصه تمشي لبرا ولا شي حاجه تقدري تصوبيني ونمشيو. انا خديت هذيك، فهمتي، بديت عاوتاني كنرجع للبيت ديالي وتنجلس وتنحلم، تنتخيل راسي انني مزوجه بهذاك السيد وعندي معاه وليدات، وبانني مسافره انا وياه لبرا. واخا انا ما كانش عندي الحلم ديالي انني نجي لامريكا ولا نخرج على المغرب، كان الحلم ديالي تكون عندي اسره وفي المغرب، ولكن تكون عندي اسره ميسوره ومهم نكون قاريه وهذا. دونك هو هذاك السيد اللي بغيته بعمق وقال لي هذاك هو كان بغا يقولها غير باش يتفك مني، وانا خديتها سيريسلي، يعني قلت اوكي واخا شنو ندير. بقيت تنفكر ويتبان لي الهجره الى امريكا. وليتي تحلمي عاوتاني؟
دخلت بعدا ابليت عليها، بعدا هي الاولاني، اون فوا ابليت عليها بديت كنحلم بها، كنحلم تنتخيل راسي جاتني القرعه، وتنتخيل عشت هذيك لو مومون ان القرعه جات، وباني فعلا هذا، وتزوجت بهذاك السيد ومشينا وسافرنا وصافي عندي معاه وليدات وكل شيء صافي، وتخيلت وعشت هذيك لو مومون. كتعرفي سبحان الله، يعني تقريبا اسمح لي انا قاطعتك، يعني الانسان يعني حتى في الكتب ديال التنميه الذاتيه وهذه المسائل، كل ما كنت يعني كتامن بواحد الحاجه وكتحس بها، يعني كما قلت لي مثلا كنت عارفه بان مثلا الفلوس غتسالي غنلقى الفلوس، يعني كاين واحد انك بحال كتسخري واحد الطاقه ايجابيه، وانا يعني يعني حتى في التنميه الذاتيه موجوده هذه المساله هذه. فنفس الطريقه يلا لقيتيني البحث نتفرج في واحد هذا البروغرام في سميتو دي سيكريت. هذا السيكريت يا قريتو الكتاب شفتو البارح في نتفليكس، وفعلا تنقول ليه هذاك الشيء اللي تيقولوا هو اللي كنت كنحس به، يعني هذاك الشيء كان عندي اوتوماتيك. هو السيكريت كتاب رائع صراحه، التنميه الذاتيه مزيان حتى الاخوان، يعني صراحه بين الكتب الرائعه كاين كتاب ديال السيكريت، ولا يعني كاين سلسله ديال الكتب، ولكن بينهم حتى هو كتاب جيد الصراحه في هذه المساله هذه، كيخليك انك دائما انك يعني كتحاول انك القدره الايجابيه ديالك انك كتحركها دائما، كتكون بوزيتيف اكثر من نيجاتيف. دائما كتقول غدا غادي تكون شي حاجه، يعني كتامن بالفكره وكتنطلق ليها. وهذا هو الصراحه اللي مازال حنا فاقدينه، هو ان ما بقاتش فينا هذاك كنفكروا في الطاقه الايجابيه ونسخروها، لان المحيط ديال وراه باش ما نرجع للحوار الغذائي ديالك، فقط انك تجلس في مكان وفيه اناس اللي هما فيه طاقه سلبيه، الطاقه السلبيه كتنتقل لك انت كذلك. الا كان الناس عندهم طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه حتى هي يعني كتحرك. الا كان الناس جالسين واحد المجمع ناشطين كلشي ناشط، الا كان شي واحد يزرع الطاقه السلبيه صدقيني المجمع كله غيولي فيه طاقه سلبيه. كاينه هادشي علاش انا خدات لي الوقت ديال السنين، لحقاش كل من المحيط اللي كنت دايره به والناس اللي كنت كنمشي ندق عندهم بيبان تيقولوا لي انت راكي كتتحلمي، وصافي خرجي من القرايه، سيري ديري فام ميناج، خدي شي دروج فيهم وهذا، وكري شي بيت مع شي بنت. وانا تنقول لا، وفهمتي ويعني والمشكل كبر كما قلتي، لحقاش المحيط ديال الناس اللي كنت كندور عندهم في الديور كانوا كلهم سلبيين. لان هذا هو المشكل، لان الافكار ديالهم سلبيه، افكارهم على قدهم، ما كيامنوش بان كاينه واحد الفكره وانني كنشتغل عليها، يعني فقط كيشوفوا ربما كنشوف واحد الخطوه القدام، ما كنشوفش واحد الخطوه اللي هي بعيده المدى، انني عندي واحد الحلم باغي نوصل. يا كاينه، انا يلا اكتشفتها البارح، هادشي كان فيا طبيعي من عند الله، ولكن يلا اكتشفتها ديال البارح من شفت داك الدوكيومونتير غير باغازار البارح، وانا نقول سي فري هادشي اللي كندير، هادشي اللي كنامن به، وانا دائما متفائله ودائما تنفكر بان الحاجه بوزيتيف، وبعض المرات كنفكر شي حاجه نيجاتيف، بحال غير اليوم دابا، اليوم فاش كنت جايه تنقول 7 خاصني نجيب كريم، ما خاصنيش نتعطل، هذا راه ايماجين سورتو ملي قلتي لي دابا 8 من عيطتي لي وقلتي لي راه من دابا واحد ربع ساعه، وانا نقول انا سحب لي 8 وشويه، بقيت تنقول لي دابا ايماجين غنمشيو نلقى دابا الطريق عامره، وفعلا كانت الطريق مسدوده، اضطريت انني نمشي. علاش؟ لانني فكرت سلبي بان غيوقع شي حاجه خايبه باش غنكون انا معطله للموعد ديالي. مزيان، غنتقلوا ان شاء الله، لان صراحه قصه ما شاء الله عليك. اول حاجه احييك، كنحيي فيك صراحه روح ديال التحدي. ننتقلوا مباشره للفكره. دابا هاد الافكار كامله والتجربه اللي دازت عليك حاولتي تحطيها في كتاب ياك؟ حطيتيها في كتاب، شنو هو العنوان ديالو؟ years of drifting. يعني المعاناه، سنوات من الانجراف. هاد السنوات ديال الانجراف حطيتيها تقريبا، يعني نفس القصه اللي قلتي لنا حاليا هي اللي موجوده في الكتاب، هي اللي موجوده في الكتاب بلي ديتاي. اوكي مزيان. دابا غننتقلوا، لان بزاف ديال الناس راه كينسايلوا هاد النقطه هذه، كيفاش يعني مثلا اوكي ملي جيتي لهنا لامريكا وكما قلتي انا وقعت بزاف ديال المشاكل، فكرتي ولا الناس انه كاين واحد التشجيع حتى هو من بعض الاخوان انك خصك ديري كتاب، يعني الفكره ديالك، ولكن كنتي شويه ترجعتي عليها شويه، ولكن الناس ولاو كيدفعوك انه خصك ديري الكتاب. شديتي هاد الافكار والمعاناه وتجربه حياه وحطيتيها في كتاب. اول حاجه ان كاين بزاف الناس ربما انهم مهتمين بالموضوع وباغيين حتى هما يديروا كتاب، ونتمنى ان شاء الله اذا كانوا اي اسئله مرحبا، راني حطيت رقم الهاتف اللي بغى يطرح اي سؤال على الاخت، فمرحبا به، بامكانكم تشاركونا كذلك. رقم الهاتف هو 862 200 9289، رقم الهاتف بامكانكم تصلوا بنا، مرحبا بكم. الكتاب اللي بغيتي تصاوبيه واش لقيتي كاين شي مشاكل؟
المشاكل اللي لقيته هو ان ومازال كنعاني منها هو الاسماء. انا باغا نحط جميع كل شيء حقيقي وباغا نخلي الاسماء حقيقيه. الناس بطبيعه الحال اللي قدرت نتواصل معاهم اللي داخلين في القصه ديالي اتصلت بهم وطلبت منهم الاذن باش انني ناخذ الكتاب الاسم زعما نكتب الاسم ديالهم الحقيقي. قالوا لي الناس اللي ما قدرش نتواصل معاهم سورتو دوك الناس اللي رباوني وهذا غادي نضطر نحاول نغير الاسم ديالهم واخا غتكون ما اسماء مستعاره. غندير اسماء لكن مستعاره. ولكن القصه الحاجه الجميل فيها ولا الحاجه الزوينه ولا قصه حقيقيه. مزيان. دابا هذا مشكل ربما قدينا انا نتجاوزوه، والاخوان تما اللي كينتظروا عطيني كيفاش ملي بغيتي تصوبي الكتاب اول خطوه درتيها شنو هي؟ مهم درت مع الجوست رايترز، بقيت نقلب عليهم تلقيتهم والاسمنه ديالهم كانت غاليه جدا. مثلا باش حتى الناس اللي كاينين بزاف الناس باغيين يديروا الكتاب حتى $50,000 باش تصوبي كتاب. غالي جدا. ولكن لقيت واحد الكومباني بالحق تيطلبوا مني انا نكتب، دار النشر يعني ديالهم تقريبا هما كيتسمى سميتهم نوبل غوست رايتين. نوبلز اوكي. باش خلصتهم ب 1700. هذه بلا كابي رايت 1770 بالنسبه للكتاب الاول. معنا غندير جوج كتب لحق انا في الاول كنت غندير كتاب واحد، مي منين شافوا داكشي اللي كتبت داروا معايا مزيان 300 بيجز. منين شافوا القصه ديالي فايته 300 باج وفضلوا قالوا لي بانها استوار اميزين وكل شيء. قالوا لي من الاحسن باش تخلي تشويق وتخلي الناس يبقاو يتابعوك وتقدري تكتبي كتب اخرى. قالوا لي خاصك تقسمي على جوج. دونك الاولاني 1770 زائد $800 ديال الكابي رايت. بالحق انا اللي تنكتب كل شيء بلي شابيتر وكل شيء وكنصيفطو لهم هما. انا تنكتب كل شيء وتنعطيهم هما بحال قلتي تيديروا لي غير التصحيح. اوكي مزيان. يعني كتايبي في الوورد كل شيء كندير في الوورد وكنصيفط لهم وهما تيديروا لي في كومونتير. دابا نصيفط لك اكزامبل كيصيفطوا لي كومونتير تيقولوا لي هنايا راه خاصك تشونجي هادي ولا هنا ولا هذا ولا خاصك تبدلي هادي ما تحطهاش هنا حطها لتحت ولا من بعد ولا بالنسبه لو تيتر. يعني هما يديروا لي هما يديروا لي الكفر. هما يديروا لي الكفر ديال الكتاب. اوكي الغلاف ديال الكتاب. وهما اللي غيحطوا لي في ان شاء الله في الكيندل ستور. الكيندل ديجا راه في الكيندل ستور وغادي يكون ان شاء الله. شوف ربيع متبع لك كيقول لك غادي يكون ان شاء الله جانوري 31 جانوري 31 اوكي ذاتس جود ان شاء الله. مزيان. خلي كملي الفكره ديالك لان صراحه عندي بزاف الاسئله. لان علاش كنتمنى ان شاء الله حتى الناس واحد اخرين نشجعوهم انهم يديروا نفس الفكره كذلك. صافي. مهم عاد الاشهار ولا الماركتين ديالو اللي قالك غيديروا لي خلصت عليه $1500. هذه الماركتين ديال الكتاب الاولاني. اوكي. عاد الكتاب الثاني تقريبا نفس ديجا حطيت العربون ديال بالنسبه للكتاب الثاني داروا معايا تخفيض خلصوها ب 1500. عاد غادي نحط واحد 800 اخرى ديال الكابي رايت كاين جوج كاين ديال ناسيونال ديال امريكا وكندا ولا بغيتي انترناسيونال كتزيد داك $800 حيت انا ديك 1500 درت معاهم في الكونطرا داخل فيها الكابي رايت. ولكن قال لي حيت ليستوار ديالك تقدر تكون عالميه خاصك تحمي راسك منها خاصك ديري انترناسيونال. هي فاش درت خلصت $800 زايده. بالنسبه للعنوان ديال الكتاب شكون اللي اختار العنوان؟ كان عندنا مشكل في العنوان. انا براسي لقيت مشكل لحقاش الكتاب لحقاش فيه بزاف فيه معاناه فيه بعدا ما حاجه ما ذكرتهاش اغتصاب ديال الطفوله. لان دوك الناس اللي كنت عندهم كانت عندي 9 سنين وكان عندهم واحد الولد تقريبا كبر مني ب20 عام وداك الشيء كان تيديني الجبال. ومهم راه داك الشيء كاين فيه بزاف لي ديتاي وانا عندي 9 سنين. يعني كانوا بزاف ديال المواقف. كنت مرات كان وهذه تقدر نعاودها للاخوان اللي جايين لامريكا. بالنسبه للفحص كان جاني الله ينجيك توبركلوز هو من النوع ديال الامراض اللي ما كيمنعك انك تجي الميريكان. وجاني في ديك الوقيته اللي عندي الانترفيو وكل شيء. ولكن هذا المشكل تجاوزته بواحد الطريقه اللي راه مذكوره هي في الكتاب. الحمد لله بزاف الناس لان حتى باش ما بغيتش صراحه نقص باش نخلي الناس انهم يتبعوا الكتاب ديالك. لان حتى المشكل ديال كاين بزاف اللي كيجيو لهنا وخاصه الناس اللي كيجيو من افريقيا من المغرب وهذا الشيء
كيكون واخد داك اللقاح ملي كيجي لهنا كيعطيوه اللقاح، الجسم كيتعرف فكيطلع بوزيتيف، هما كيعتقدوا بان ربما انها فيه. وكاينين الناس اللي ربما كيديروا لهم تحليله ديال الدم وعاد كيتاكدوا واش فيه ولا ما فيهش. ولكن انا المشكل ديالي ما كانش كيبان في الدم، حيت كان جاني توبركيلوز غونغليونير، جاني في العنق. يعني خرجوا لي واحد الولسيسات وكان وقع واحد الغلط طبي، وقع لي شلل. المهم استواغ طويله هذيك بوحدها. مازال ندخلوا فيها، مازال المستقبل ان شاء الله ندخلوا ان شاء الله. اوكي نكملوا ان شاء الله. المشكل كما قلنا العنوان كان مشكل انك كيفاش، شنو هو العنوان المناسب، لان العنوان هو لا بياج ولا شي حاجه اللي تقد تجذب القراء انهم يمشيو يقراو الكتاب. كما قلت لك لقينا مشكل لحقاش هذا قلت لهم عرفتي شنو، خليونا تنساليو الكتاب وعاد نفكروا في العنوان. صيفطوا لي هما بداو كيقترحوا عليا يعطوني عناوين طويله بزاف ديال شي حاجه فينكس، شي المهم فيه شي 3 الجمل ولا هذا. قلت له انا بغيت شي حاجه تكون فيها غير 2 كلمات. بقينا تنقلبوا بقيت عطيتهم دي زيكزامبل، وانا كتبت دريفتين ييرز وهما يقولوا لي اجي نديروا لها ييرز اوف دريفتين. قلت لهم صافي نخليوها ييرز اوف دريفتين. لا اوكي مزيان. انا نطرح واحد السؤال واحد اخر ونكملوا عزيز ان شاء الله. عبد الحميد صراحه راه مركز معك مزيان، وقال لك واش كتشوفي بالله الكتاب يقدر يوصل للجمهور في ظل استحواذ مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الاخيره؟ الناس باغيين شي حاجه فيديو، باغيين شي حاجه ايزي. كتاب 300 صفحه ماشي سهل. واش كتشوفي بان هذا الكتاب قد يوصل للجمهور؟ انا عندي مشكل ديال القرايه، كتجيني القرايه ممله. تنقرا كتاب تنفضل الفيديوهات، راه هي ندخلها في الكتاب. انا مع الشخص انا صراحه القراءه، ولكن كندير واحد الحاجه لان بحكم الخدمه والشيء كندير اوديو بوك. يعني مثلا بامكان الكتاب ديالك هذا يبي ان شاء الله مثالي تحط مثلا كيتبابليش في امازون، وفهذا على اساس انه اوديو كنجيبوا ناس انا غندير اوديو ان شاء الله وغيكون بالصوص ديالي. ذاتس جود. احتاجتي مسائل تقنيه راه مرحبا بك في هذه المساله هذه، نقدر نساعدك. ربي يخليك. وبالنسبه للكتاب عاوتاني عندي دايره ووتر مارك بتصاور حقيقيين. اوكي مزيان. من الماضي ديالي، تصاور ديالي في الحي الجامعي ملي كنت نهضر على الاحياء الجامعيه، تصاور ديالي في ماكدونالدز في الخدمه فين كنت خدامه، في لافاك، ما يبي عندي طفوله عندي شي حاجه قليله حتى هما دايره فيهم تصاور مثلا ديال المدن بحال دابا الاحداث اللي واقعه في كازابلانكا غادي ندير تصاور ديال كازابلانكا مثلا الحي ولا هذا. مهم. ومن بعد دايره مع هاد الكومباني من ضمن الماركت اللي داخلين فيها غندير هذا البروجي الجاي ان شاء الله، غندير سكرين بلاي. اوكي سكريبتين سكرين سكريبت شي حاجه. سكريبت هي الكتابه ولا كتاب ديال السيناريو. اوكي سيناريو يعني اساس يكون سيناريو قصه ولا سيناريو قصه. من بعد انا غادي نقلب على البيتش ديال شي كاتب باش نديروها ان شاء الله هذا موفي. مزيان فكره رائعه، برافو عليك صراحه. يعني صراحه نقدر نعطيو رساله للناس اللي كيتبعونا هذه المساله هذه، انك الا بغيتي تكتب كتاب قصه عندك افكار، عندك المهم الفكره الاساسيه موجوده، راه ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. صح. واخا انا غادي تدور كما قلتي تلقى ناس كتسمع مبالغ ضخمه 50,000 40,000، ولكن كاينين الناس راه تلقى كما قلتي 1700 تخلص حقوق النشر حتى هي $800. ومزيان ان شاء الله حتى الاخوان، لان كاين بزاف ديال الاخوان راهم كيتبعوا حاليا وغايبغيو غادي يطرحوا عليك اسئله ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باب الحوار يكون مفتوح معاكي، يعني حتى ناس واحد اخرين يقدروا يستافدوا من هذه التجربه ديالك ان شاء الله. انا على راه الاشاره نجاوب على اي سؤال. ربي يخليك. شكرا زعما صراحه موضوع جد رائع. دابا الان حاليا كما قلنا الكتاب غيكون ان شاء الله في جانوري 13 وان شاء الله هي 31 اوكي 31 غيكون ان شاء الله. نوجهوا رساله للقراء ديالنا ونتشجيع كذلك انهم باش ياخذوا الكتاب ياك. ان شاء الله. ان شاء الله رساله انهم باش ياخذوا الكتاب يشوفوا الكتاب، ونشجعوا ان شاء الله حتى الطاقات اللي هما اللي عندهم باغيين يخرجوا حتى هما الكتب ديالهم. راه ماشي صعيبه بصح. حاولي تعطينا شي رساله، عطيهم شي رساله ان شاء الله ليهم باش نرفعوا المعنويات من الناس اللي باغيين يديروا الكتب تاعهم. الاراده والطاقه الايجابيه والتفاؤل.
الكتاب فيه سيرة ذاتية لا قس سؤال واحد اخر، قال لك واش ممكن نصنفوا هذا الكتاب فيه سيرة ذاتية ولا قصة ولا رواية؟ شنو رايك؟ هي قصة حقيقية، يعني سيرة قصة ذاتية. سيرة ذاتية، عبارة عن قصة سيرة ذاتية كتلخص جميع الأحداث اللي دوزاتها من الصغر إلى الكبر، ربما عطاتنا صرح أفكار عطيتهم وعاودت على كلشي. القصة هي كاع. المهم عطاتها بالعربية، ما كتفكريش ديري الكتاب تا هو بالعربية؟ اها، هذا من بعد من حتى إن هو شاء الله. داخل في لحقاش عندي الناس في المغرب ما تيعرفوش لونجلي، وبالنسبه للصديقه ديالتي اللي شجعتني ندير الكتاب حتى هي من صغرها قالت لي انا راكي عارفاني اللونجلي ما تنعرفش ليها، قلت لها على قبلك انا غادي ندير هذا ترجمه بالعربيه والفرنسيه ان شاء الله. ان شاء الله، علاش لا، بامكانه يتحط حتى بين المسائل الزوينه ولا الحاجه زوينه، بامكان الكتاب انه يترجم بالعربيه ويتحط في الاسواق حتى الاثمنه. كنظن الثمن مناسب. شنو الثمن اللي درتي للكتاب؟ هاد الساعه بالنسبه غير الاي بوك ب 99، 99 مزيان. والكتاب ان شاء الله قالوا لي هادو هما اللي تيقولوا لي هما اللي اللي كيحدوا كيقولوا لي الاثمنه. شحال قالوا لي 19.99 يعني $20. لا تقول ولكن مزيان. غادي تقدر تكون بروموسيون ملي غادي يخرج الكتاب، غادي ندير واحد اليومين ديال بروموسيون بواحد الثمن يكون بسيط جدا، مازال ما قررتش شحال، لحقاش غادي نحتاج الريفيو يكون فيريفايد ريفيو ضروري يا ضروري. دونك داكشي علاش خاص غادي نخفض نقدر ندير يومين ولا 3 ايام ديال التخفيض ديال الثمن، تقدر $1 ولا شي حاجه بحال هكذاك. مزيان مزيان. ونتمنى ان شاء الله صراحه كتاب رائع ورساله للجميع. قصه سمعناها صراحه، سمعنا الاحداث ديالها، لخصتها الكتاب ما شاء الله تقريبا يعني جات هي متواجده الان في امريكا، واستطاعت انها تحط الكتاب. وحتى الاخوان اللي عندهم اي فكره ولا تساؤل، ما عرفت الا كان از ذا بوك اون امازون، قال الكتاب متواجد في امازون صح؟ كيندل ستور الساعه كاين اوكي. مازال امازون مازال ما تحطش فيها. مازال حتى كيندل ستور they can buy it right now، ما يقدروش يشريو في الكيندل ستور لحقاش دير غير بري سيل اوردر، ولكن حيتاش الامازون الكيندل ستور مازال ما عندهمش الفايل ديال الكتاب، دونك ما غادي يخليو حتى شي واحد يشري، غتقدر دير ليه اد تو ليست ولكن ما تقدرش تشري دابا حتى 31 جونفي ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق. شكرا جزيلا صراحه، نورتينا. ربي يخليك، كان شكرا. حديث جد رائع صراحه. استفدنا وحتى كذلك الجمهور انهم تعرفوا عليك، وان شاء الله مازال الاخوه ربما غادي يتصلوا بك اكثر واكثر ويبغيو ياخذوا معلومات، وربما انهم هما يتشجعوا انهم يديروا الكتب ديالهم. شكرا جزيلا. وصراحه نتمنى ان شاء الله ان جميع الجمهور والمستمعين الكرام انهم كذلك يشجعوا، وخاصه الجاليه المغربيه المقيمه هنا بامريكا ولا بالخارج، انهم يشجعونا كذلك فقط قراءه الكتاب والريفيو ديالو. الريفيو راه جد مهمه غتكون ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. رساله اخيره. كنشكر الجميع، وحكا راه دايره واحد القناه بالعربيه بالنسبه للناس في المغرب سميتها نعمه المشاكل. نعمه المشاكل. هذيك القناه بحال غنهضر فيها على القصه ديالي، ولكن ماشي دابا، من بعد غادي ديك القناه كنحاول نعاون الانسان كيفاش يفكر ايجابي، غنبدا نهضر على الشخصيات كيفاش يتعاملوا مع الشخصيات، كل شخصيه كيفاش تتعامل معها، ومهم نساعد الناس باش يكونوا ايجابيين. من غير هادشي كنتمنى الجميع يكونوا خليك معنا. دون جيف اب، يعني ما دون جيف اب. اوكي. وكاينه مكالمه اخيره يمكن شتي اخر مكالمه غادي ناخذوها قبل ما غادي نهيو الحلقه ديالنا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. صباح. وعليكم السلام سلوان. تحياتي الاخ ربيع، مرحبا. الحمد لله، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. مرحبا. سمعتي القصه كي دايره؟ سمعتي الحوار؟ والله ما انا كتبت واحد الكومونتير دابا، وي هاف تو سبورت اور سيستم ان شاء الله. يعني الكفاح ديالها وعلى الجرأه ديالها. انا الصراحه صحيح اخ حسن ابو عاصم، انا واحد بيرسونال لايف كنتمنوا ليها كل التوفيق. وبالنسبه كاين واحد السؤال عجبني، قالوا الاخ كنظن عبد الحميد، واش ممكن نقولوا ان امريكا نقداتك؟ هذا سؤال في محله صراحه. بزاف سمعتيك بزاف، قالت لك بزاف نقداتها ياك. تنحس بان امريكا هي اللي خاصها نزاد فيها. سبحان الله. شوف سبحان الله، ما نقولوش بان مثلا نقولوا امريكا نقدات صح، يعني سبحان الله الاقدار ديالنا انا جبتها، الاقدار جبتها لهذه البلد السعيده، ولكن هي نقدات راسها، ماشي هي اللي غادي تعطي دابا الحال. هي الان انا بالنسبه لي نعيمه تعتبر انها شخصيه ايجابيه، شخصيه
اللي هي كتنتج منتجه ماشي استهلاكيه. ما شاء الله جات لهذا البلد وهي انها كتحاول انها ماشي فقط انها غير تخدم ولا شي حاجه، ولكن كذلك الكتاب الاول ان شاء الله قريبا، وهناك الكتاب الثاني هو كذلك. يعني غتكون هناك ربما ان شاء الله نتمنى لها التوفيق، ونتمنى حتى الجاليه كذلك انها تساعدوها، ونتمنى من الاخوان الاخوات اللي كيسمعوا يدخلوا عند الاخت نعيمه في القناه اللي قلت سميتها نعمه المشاكل. نعمه المشاكل، كتناقش فيها المشاكل ربما الشخصيه، وكتناقش كذلك حتى المشاكل ربما ديال الناس اخرين، حلول والحلول ونلقاو لهم حلول كذلك، ماشي فقط غير مشاكل. فشكرا جزيلا اختي نعيمه، ولك مني كل التحيه. شكرا اخ ربيع على المكالمه. اذا الى حلقه قادمه ان شاء الله، لقاء اخر. وكما كنقولوا دائما اننا القناه غتكون مفتوحه للجميع، اي موضوع ولا شي حاجه انها تستاهل النقاش فكنرحبوا بها. نتمنى ان شاء الله دائما نكونوا ايجابيين اكثر من السلبيه. لكن مني اجمل التحيه، والى لقاء اخر اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.